النهارده هنتكلم عن حاجة كلنا بنشيلها في جيبنا، الفلوس الورق. بس تصدق لما ظهرت أول مرة الناس قالوا عليها هبد؟ التاريخ بيقول إن الصينيين في القرن السابع الميلادي كانوا أول ناس بيستعملوا الفلوس الورق. قبلها كانوا بيستعملوا الذهب والفضة. الناس وقتها قالوا ازاي ورقة تبقى فلوس، دي ممكن تتقطع أو تتحرق. لكن الحكومة الصينية قالت ما تقلقوش، الورقة دي عليها ختم الدولة، يعني قيمتها مش في الورق. بعد كده اوروبا لما سمعت الفكره قعدوا يضحكوا ويقولوا دي لعبه اطفال، بس بعدها بقرون بقى كلهم بيستعملوا نفس الفكره. شكلكم بقى وحش خالص. يعني النهارده لو مش معاك ورق مفيش اكل، مفيش مواصلات، مفيش نت، مفيش بطاطس محمره عشان انا بحبها. تخيلوا الفلوس الورق لو ما كانتش اتقبلت زمان، كنا لحد دلوقتي ندفع بالبطاطس والبيض. حتى دول مش لاقيينهم. قولوا لي بقى ايه اكتر طريقة دفع شفتوها او تخيلتوها لو ما كانش فيه اختراع للفلوس الورق؟ كنت معاكم في الدولاب.